الاطفال خلاص خلص، الحياه حلوه، حبوا بعض. الاطفال خلصت، حاجه انا ما كنتش متخيله ان هي هتحصل، ولكن لكل ألم النهايه. الاطفال كانت ماده كبيره جدا جدا. وكان الامتحان ده اوسكي عملي زائد اورال على المنهج كله، وعلى كيسز اكزامينيشن اللي هو فحص، وهيستوري تيكينج اللي هو ان انت تاخد تاريخ مرضي. فكم الحالات الكبيره مع ان انت المفروض تذاكر لها كل حاجه، الاكزامينيشن بتاعها والهيستوري بتاعها غير النظري اللي هو تقريبا 400 صفحه. كان الموضوع اشبه بالمستحيل بالنسبه لنا كلنا، ولكن عدى بكرم ربنا ولطفه يعني. الحمد لله على كل شيء. النهارده اول يوم بعد الاطفال، حاسه ان في حاجه غريبه في الحياه بدون مذاكره. البوك مارك دي حلوه قوي، كنت جايباها من معرض الكتاب بتاع السنه دي، وبصراحه تمنيت ان انا اكون جبت منها كتير. بصراحه شكلها كيوت، وفي نفس الوقت فيها زي مسطره كده، بصراحه لذيذه قوي. كتب دكتور ابراهيم السكران بصراحه مش بتفشل، كل مره ان هي تبهرني، سواء في طريقه العرض او افكاره او الكلمات متناسقه ازاي، او في الافكار اللي هو بيطرحها عموما. بس حاسه ان الكتاب ده سلطه الثقافه الغالبه. هو كتاب متقدم، محدش يبدا بيه للقراءه لدكتور ابراهيم السكران، يعني احسن انتوا تبداوا بكتاب مسلكيات او كتاب الماجريات، والكتابين دول تحفه جدا واجمل من بعض ومفيدين جدا. ولكن الكتاب ده حاسه ان هو محتاج تركيز، كل صفحه محتاجه تركيز، كل جمله محتاجه ان انت تبقى بالراحه جدا وانت بتقراها، وتحاول تفهمها وتحاول تستوعبها وتهضمها، لانه مش كتاب هين بصراحه، ومفاهيمه لازم الواحد يفكر فيها فعلا بتأني ويقرأ بالراحه وباستيعاب. في امتحان الاطفال او في راوند الاطفال اللي كان شغال حاليا، في فترة فيها تعبت تقريبا 2 أو 3 أسابيع. كان الموضوع ما كانش سهل بصراحة، ما كانش هين، ولكن ساعتها اللي أنقذني في موضوع المذاكرة ده هو إني كنت مسرعة شوية قبلها في المذاكرة. يعني كنت بحاول استغل الوقت أكتر استغلال، وبصراحة ما كنتش عارفة إيه اللي هيحصل. ما كنتش محضرة نفسي طبعا أي حاجة زي كده، ولكن ساعتها فعلا استفدت من اللي انا كنت مذاكراه ومن اللي انا كنت مسرعه فيه ساعتها. اكيد ما كانش 100%، واكيد كان فايتني حاجات كتير، واكيد كنت داخله الامتحان وانا سايبه بعض الحاجات، ولكن يعني مش هنكر ان ده ساعدني، وده خلاني ادرك مفهوم حلو قوي، وهو حديث شريف. برضو أنا مش متأكدة من مضمون الحديث أو نص الحديث، ولكن اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل مرضك. سبحان الله يا جماعة، فعلا كل حاجة موجودة في ديننا. المهم ان الوقت ده فعلا خلاني احس قد ايه فعلا قيمة الوقت ونعمة الصحة، ونعمة ان فعلا دي نعمتان مغبون فيهما الانسان، الصحة والفراغ. فدايما انا بشبه صحتنا او وقتنا زي كأن معاك عملات نقدية. العملات النقدية دي بتتصرف كل يوم وكل وقت وكل ثانية، ممكن تاخد الموضوع على سكيل اكبر، وتبقى وتبقى النقود دي سنوات. الصحة او الوقت بتصرفوا انك تصرفهم كل يوم على حاجة فعلا مفيدة، وعلى مذاكرتك، على شغلك على نفسك،
على قراءتك للقرآن، على إصلاح نفسك. كل دي حاجات فعلا فجأة واحدة ممكن تروح. كل الحاجات دي ممكن تروح في ثانية. شبابك اللي انت مبسوط بيه وبتقول هتستمتع بالعشرينات وتقطع السمكة وديلها وقت العشرينات زي ما بيقولوا يعني. بس وبعدين بعد العشرينات دي ما تخلص تكتشف ان عمرك اغلبه ضاع وانت ما عملتش فيه حاجة. لان عامة الوقت ده هو اكتر وقت الانسان بيبقى فيه قادر ان هو يشتغل فيه على افكاره ويشتغل فيه على نفسه. الحاجة اللي انت بتتعلمها في ساعة دلوقتي تتعلمها في ساعتين وانت في الثلاثينات، تتعلمها في 3 ساعات وانت في الأربعينات، تتعلمها في وقت كبير جدا بقى وانت في الخمسينات وانت في الستينات. فسبحان الله ان انت لو علمت طفل عنده unlimited وقت، عنده unlimited صحة، يعني ربنا يحفظ الأطفال كلهم، فإنك برضو إنك تعلم الأطفال وتخليهم يهتموا بصحتهم وإنك تخليهم يهتموا بتعليمهم وإنك تشغل وقتهم، دي حاجة بيبقى سهل عليهم أسرع بكتير من الشباب كمان، وأسرع من كبار السن طبعا إن هم يعملوها، وبتفضل مغروسة فيهم. وكذلك إحنا في الوقت ده من حياتنا محتاجين إن إحنا نركز فيها على أفكارنا، نركز فيها على مشاعرنا، نركز فيها على مبادئنا، نركز فيها على إيه اللي إحنا بندخله جوانا، ونركز فيها اهم حاجه على مرجعيتنا. كل ده محتاجين ان احنا نستغله في الوقت ده، الوقت ان احنا صحتنا فيه كويسه ووقت شبابنا. فالوقت ده يا جماعه عمره ما يتعوض، وصحتك مش هتتعوض، وشبابك مش هيتعوض، لان خلاص كل حاجه ممكن تختفي منك في ثانيه. فجاه هتلاقي العمر عدى بيك وانت ما عملتش حاجه تذكر. وبالمناسبة ما عملتش حاجة تذكر دي مش معناها ان انت تعمل انجاز، ولا معناها انك يبقى عندك مرسيدس، ولا ان يبقى عندك فيلا، ولا انك حاجة واو. ده بيرتبط بالرضا الداخلي ورضا الانسان ومعرفته ان هو عامة ماشي على الاتجاه الصح. مش عارف بالظبط هو عارف ايه، ولكنه ماشي على الاتجاه الصح. لو انت شاب دلوقتي بتسمعني، او لو انت شابه بتسمعيني وربنا رزقك بصحه وعافيه، فدي نعمه كبيره جدا جدا جدا، ولازم تستغليها، واجب عليكي تستغليها، مش حاجه باختيارك. لا، الوقت ده هنحاسب فيه على كل ثانيه، وهنحاسب فيه على كل فعل. وعن عمره فيما افناه. افنيت عمرك في ايه؟ هل افنيت عمرك في السعي لحاجه فعلا محموده وجميله، ولا أفنيت عمرك في إنك بتلهث وراء أشياء مش حقيقية، مش رغبتك، مش حقيقتك، مش اللي ربنا عايزه منك؟ فدايما افتكروا الجملة دي، وعن عمره فيما أفناه. بس كده اتمشيت ربع ساعة، المفروض التارجت أقل تارجت. مشيت تقريبا تلت ساعة، مش عارفة هل هقدر اتمشى كمان ولا كده كفاية. ولكن افتكر دايما ان قليل دائم خير من كثير منقطع، واتمشى تلت ساعة احسن ما اتمشاش خالص. اقرأ ربع ساعة 2-3 احسن ما اقرأش خالص. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجة ولو بسيطة من هذه الافكار العشوائية.